هحكي لكم قصة أعتقد إن هي عدت على ناس كتير، بس أنا هحكيها لكم من جانب تاني، جانب محدش بيشوفه، محدش بيحسه، محدش بيبقى عارف الشخص اللي قدامه ده أصلا بيعاني من إيه. الإدمان والخبايا بتاعته إيه؟ هو الشخص اللي قدامي ده ليه بيمارس العادة الإدمانية باستمرار مرة ورا التانية ورا التالتة؟ هو ليه مش بيبطل؟ هو ليه ما بيبعدش عن المخدر؟ هو ليه ما بيبعدش عن العادة الإدمانية؟ هو ليه مش بيبطل إباحية؟ السؤال ده كتير من الأهل سألوه نفسهم، وناس كتير سألوه نفسهم، حتى المدمن نفسه سأله لنفسه وقال أنا ليه مش عارف أبطل مع إن أنا نفسي أبطل. أهلا بيكم. أنت لو أول مرة تشوفني أنا حسام، وأنا معالج إدمان مدمن متعافي، وبتكلم هنا في قناتي عن الإدمان والخبايا بتاعته. والأهم من الفيديو ده إحنا دلوقتي في هدنة، المقاطعة ما فيهاش هدنة، ودعم إخواتنا والوقوف جنبهم ما فيهوش هدنة. ما تنساش تصلي على النبي، ويلا بينا نبدأ في الحكاية. في يوم من الأيام كان في شخص بيواجه مشاكل عادية في حياته، هو مش فاهم هيعمل معاها إيه ويتعامل معاها إزاي. ظاهريا قدام الناس هو كويس تمام، بيتعامل بيتكلم مفيش أي مشكلة، بيهزر بيضحك بياكل بيشرب بينام، ولكن عنده ألم داخلي هو مش عارف يوضحه للناس دي. ويوم بعد يوم بعد يوم أصبح الكبت والتراكمات كتيرة جدا. في سهرة عادية يوم خميس قاعد مع واحد صاحبه، قال له ظل رفض طويل منه، لا أنا مش عايز. صاحبه أقنعه إن دي مجرد تجربة، جرب، عجبك تمام، معجبكش تمام. الشخص ده جرب المخدر ولقى نفسه مش حاسس بألم داخلي، ما بقاش حاسس ان هو عنده مشاكل اصلا، الدنيا ماشيه تمام، الحياه حلوه. لا لا لا، بالعكس، هو داخليا بدات الامور تهدى عنده. روح بيته نفسه مفتوحه على الحياه، عايز ياكل، عايز يشرب، عايز يهزر، عايز يضحك، عايز يعمل كل حاجه، بس ده داخليا كمان. نام، صحي، لا الواقع زي ما هو، كل حاجة زي ما هي. صاحبنا ده راح تاني طلب المخدر بنفسه عشان يهرب من كل حاجة، وهو من جواه بيقول أنا كده كده أنا هعمل كده المرة دي ومش هعملها تاني، أنا هعدي بس الليلة. متنساش بس تعمل لايك وتشير الحلقة وتعمل كومنت لطيف كده زيك علشان أقدر أستمر في تقديم المحتوى ده. بعد ما صاحبنا راح وخد المخدر لقى الأمور هديت والدنيا تمام، فخلاص أصبح إن هو عنده علاج يقدر يتعامل بيه مع الوجع الداخلي اللي عنده. وفضلت الأمور على كده ماشية معاه، يوم بيجيب يوم، الخميس بيجيب خميس، المخدر بيجيب مخدر، والدنيا ماشية معاه تمام. بس من ناحية تانية المشاكل بتكبر، لأن هو ما بقاش موجود فيها أصلا، ما بقاش طرف، بس الإنكار بتاعه مخليه داخليا حاسس أنا ما عنديش مشكلة، لغاية ما ارتضم بأول مشكلة تواجهه بالنسبة للعلاج السحري بتاعه، وهي الفلوس. بقى عنده اختيار من اتنين، ياكل ياخد المخدر، او اصبح عنده دايما مقارنه ان انا اقلل ده علشان اجيب المخدر. وطبعا المسكن هو اللي بيكسب. وبدات تظهر المشكله الثانيه، ان هو كل ما يفوق على الواقع يلاقي المشاكل بتاعته بتكتر مش بتقل، فبيختار ان هو يهرب. وبدأ المخدر يرتبط بالسلوكيات، والسلوكيات بدأت ترتبط بأفعال، والأفعال بدأت ترتبط بمشاكل، فأصبح إن هو عنده مشكلة فوق المشكلة فوق المشكلة فوق المشكلة. ما تنساش بس تعمل لايك، اعمل لايك، لحد ما وصل لحالة من التدهور الداخلي والخارجي، وهو الوحيد اللي متأكد أنا هقدر أصلح المشكلة.
وهنا انا مش بتكلم عن شخص بعينه، والشخص ده ممكن يكون انت اللي بتشوفني دلوقتي حالا، او حد قريب منك، او اخوك او صاحبك او جارك. لغايه ما الشخص ده اصبح شايف ان الحل اصبح مشكله. المخدر اللي انا بهرب بيه كتر لي المشاكل، دمرني داخليا وخارجيا، علشان كده هو حاول ان هو يبطل. حاول مره 2 3 4 معرفش، وهو من جواه نفسه يطلب المساعده بس مش قادر يطلبها. لغايه ما الشخص ده قابل حد مد ايده ليه فعلا بيد المساعده وقال له انا هساعدك، انا هخليك تبطل. بس عشان تبطل انت لازم يكون عندك القرار داخليا ان انت لازم تبطل. وهنا الشخص رفع الرايه البيضاء وقال له انا عايز ابطل، وبدأ رحلة من العلاج بدأ يواجه فيها مشكلته بشكل حقيقي. وهنا أنا لازم أأكد إن الإدمان مش المخدر، الإدمان هو الإحساس بالمخدر. لحد دلوقتي كل يوم بيطلع أوراق بحثية جديدة عن الإدمان. الإدمان علاجه معقد جدا، محدش فاهم هو بيجي إمتى وبيجي إزاي، ولكن الكل اتفق إن هو ألم داخلي بنحاول إن إحنا نتعامل معاه بشكل خارجي. وبس لحد هنا قصتنا خلصت. حاول ان انت تشوف الفيديوهات اللي فاتت، تابعني عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه، وسلام.